طيب لو انت بتتابعيني على طول كده وبتشوفي الفيديوهات اللي انا بنزلها هتبقي متابعه وعارفه ان انا نزلت لك اخر 3 4 وصفات كده، وصفات قويه جدا كلهم اقوى من بعض وجداد وحصري واول مره. وانا جالي تعليق من اخت من اخواتي قالت لي بالراحه عليا شويه يا ام احمد، بالراحه علينا واحده واحده. فانا هنهدى بقى ونقدم وصفات عاديه، بس برضو مش عاديه. ما عندناش شغل عادي، احنا الشغل بتاعنا كله مختلف ومتميز. الصابون اللي احنا عملناه وطلعت نتيجته وحشه وطلع بايظ وطري، انا عملت معاك الفيديو على جزئين، جزء كانت نتيجته بالشكل ده وجزء تاني كانت نتيجته ممتازه، وهوريهولك في اخر الفيديو. هنستفيد منه النهارده ونعمل وصفه حلوه قوي ومطلوبه مني برضو، وهنعملها بمنتهى السهوله وهتستفيدي بالوصفه دي، مش بس للغرض اللي انت صاحبه التعليق عايزه الوصفه عشانه، لا، انت هتستعمليها لاغراض كتير جدا. وهنخش في الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. الصابون اللي طلع مننا طري، الصابون اللي عملنا له اعاده تدوير وخدنا قطعه صابون واحده حولناها ل9 قطع وطلعت نتيجته بالشكل ده، هنرميه، مفيش حاجه في المنظفات بتترمي. وهقول لك اضعف الايمان تعملي بيها ايه. قدامك لتر برسيل بلاك، انا جايبه الكيلو ب10، والشاور جيل اللي جايبه نص كيلو ب10، لان الشاور اللتر ب20. انا هشتغل النهارده بالشاور، ومعايا 3 قطع صابون مجزئاهم وبنزل عليهم بالميه السخنه وبقلب زي ما قلت لك بالظبط على نار هاديه، ومش بسيبه واروح في اي مكان، وبضيف الميه السخنه واحده واحده. الصابون هيدوب معاكي بسهوله لان دي صابونه واحده بس من بتاع الشركات، احنا عملناها 9 قطع، يعني نسبة الصابون الصلب فيها بسيطة فهيدوب معاكي بسهولة. كل اللي عليك تقلبي بس وتوطي النار. زي ما بقولك كده، أضعف الإيمان الوصفة دي هتاخديها تعملي بيها إيه؟ يا ست تغسلي بيها الحمام بتاعك، يبقى استفدتي بيها ما رمتيهاش. طيب الحمام بتاعك نضيفه زي الفل، عندك دورة غسيل، ممكن تحطي الوصفة دي فيها كدورة أولى، تكملي بيها كده، تحطي الوصفه وتغسلي الدوره دي وتطردي الميه بتاعتها، وبعدين تسحبي ميه نظيفه وتحطي نص كميه المسحوق بتاعك اللي بتشتغلي بيه في الدوره العاديه، يبقى انت كده وفرتي نص كميه المسحوق وفي نفس الوقت استعملت الوصفه ما رميتهاش. مفيش حاجه زي ما بقولك في المنظفات بتترمي، انا بضيف الميه السخنه وبقلب واحده واحده بالتدريج لحد ما اتاكد ان الصابون داب كله. دي بقى الاضافه دي هتفرق معاكي جدا في حاجتين هقولك عليهم. ده الخل العادي بتاع الاكل، هضيف نص كوبايه في الحاله دي بعد الصابون ما داب ودخل على الغليان، وهقلبه يغلي معايا غلوتين. نص كوبايه الخل دي هتخلي الصابون ده ما يكتلش، وفي نفس الوقت هتثبت لك الوان الاسود والبلاك، مش هتخليها تبهت لو استعملت الوصفه دي، يعني هتستفيدي من الخل مرتين. هقلبه كويس قوي زي ما بقول لك كده، هخليه يغلي غلوه واحده بس بيها، وبعدين هاخد الحله وارجع بقى اكمل وصفه تاني بعد ما تبرد خالص، نكمل اضافاتنا. هي كده بردت، هشتغل زي ما قلت لك بالشاور ده نص لتر. الوصفه بردت والشاور معايا، هنزل بيه وهقلب، القوام هيتقل ويبقى لازج جدا. ممكن تقولي انا عايزاه كده واسيب القوام كده، عايزه افكرك ان احنا حاطين في الوصفه دي صابون شركات، فممكن تكتل، لان في ماده اسمها شمع مكرونه بتكتل الصابون او بتكتل اي جل تعمليه من الصابون بتاع الشركات اللي هو الجاهز ده. فمن البدايه احسن هتخلي القوام سلس، يعني هتخليه اتقل من قوام الميه حاجه بسيطه زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. انا بعد ما قلبت الشاور القوام تقل زي ما انت شايفه كده، وباين من قدامك اهو ان هو ممكن يكتل لانه بينزل كتله واحده كده من الاسباتولا. فهعمل ايه؟ انا هكمل الحله دي للاخر ميه دافيه واقلب، القوام هيبقى زي الميه بالظبط. وانا هستعملها على كده، لو حابه تسيبيها تقيله براحتك، لو كتلت تبقى تزودي ميه سخنه بعد كده وتفكيها. كده كده هتستعملها في الغساله او على الغسيل اليدوي، فمش هيفرق معاك بقى جل مكتل او جل سلس، مش هيفرق. بس شايفه باين قدامك ان هو هيكتل اهو، ولا ضفنا ملح ولا اي حاجه. هزود ميه وهقلب وهسيب الوصفه دي تهدى، وهقول لك بقى دلوقتي ازاي هتستعملي الوصفه دي لكل الاغراض. طبعا انا بقلب كويس قوي علشان يبقى القوام كله واحد. شايفه القوام سلس ازاي؟ كده تضمني انه ما يكتلش معاكي. كميه حلوه حوالي 3 لتر. طب ازاي بقى هستعمل الوصفه دي لكل حاجه؟ انا كده هستعملها للغوامق والبلاك، وانا مطمنه جدا على الالوان بتاعتي هتفضل ثابته ومش هتبهت. طب عايزه اغسل بيها فواتح والوان، هتعملي ايه؟ هتحطي الاضافه دي، هتاخدي كوبايه من الوصفه دي مع كيس اوكسجين
والمسحوق بتاعك. الكيس ده ب5 جنيه. وتغسلي الفواتح كلها والالوان. هتغسلي بلاك، حطي كيس من البرسيل البلاك ده، انا هحط كيس دلوقتي قدامك اهو. هتغسلي ابيض، حطي كلور ابيض والمسحوق وكيس اوكسجين، هيخلي لك الابيض زي الفل. انا هضيف هنا بلاك عشان هخلي الوصفه للبلاك. غير كده بقى ممكن الوصفه دي من غير ما تضيفي كل الاضافات دي كلها، تخلي الصابون والشاور بس وبتستعمليها شاور للاستحمام، او تحطي شامبو للشعر بدل الشاور وتخليها شامبو للشعر. كل ده هينفع طالما اشتغلتي من الاساس بصابون بشره. وكل الاضافات اللي احنا حطيناها فيها كلها اضافات للترطيب، تغذي البشره وتغذي الشعر. يبقى معاكي وصفه جوكر في كل حاجه، تنفع لكل حاجه ما رمتيهاش. شفت قد ايه احنا بنستفيد بكل حاجه وما نرميش اي حاجه. بس شغلي دماغك بس. المفروض بقى ده برسيل للبلاك، انا هستعمله في البلاك لكن هجربه معاكي في الابيض عشان تبان فاعلية الوصفة قدامك. لان انا لو جربتها في حاجة بلاك مش هيبان انها نضفت، لكن الابيض هيبان طبعا، هيكون في فرق. مية عادية اهي من الحنفية، وهنغسل الشراب قدامك. البقع هتطلع دلوقتي. وركزي معايا في حاجة تانية. بصي كمية الرغوة اللي في الطبق وانا بغسل الشراب كده من الاول للاخر، هتلاقي الرغوة محدودة. يعني وصفة النهاردة هتكون تنفع للغسالات الأوتوماتيك كمان. ولو قلقانة منها هتحطي معاها شوية دوني، مكيال كده أو نص مكيال من الدوني، أو معلقة ملح طعام. هتقطع معاك الرغوة وتكون مخلية الوصفة حلوة قوي وتنضف، وكمان مناسبة للغسالة الأوتوماتيك. غسالتك بقى عادية أو فوق أو نص، استعملي الوصفة براحتك. الشراب هينضف والنتيجة هتكون زي الفل. لو عندك الوصفة دي هتستفيدي منها بالطريقة دي. ما عندكيش وعايزة تعملي برسيل بلاك أو لكل الأغراض زي ما احنا عملنا كده، هتجيبي صابونة جاهزة من بره. لو هتعملي الكمية البسيطة دي خدي نصها بس. لو هتعملي كمية أكبر هتاخدي الصابونة كلها. بالرغم ان الوصفة مفيهاش إضافات كتير، كل الإضافات اللي فيها كانت للنعومة والترطيب. وحطينا شاور جل عادي والشراب نضيف قدامك اهو. الفرق بين النص اللي اتغسل والنص اللي متغسلش هيبقى واضح قدامك دلوقتي. انا هزود جل وهرغي الطبق كده بايدي عشان تشوفي ان الرغوه محدوده جدا، عشان احنا حاطين في الوصفه دي خل. الخل بيقطع الرغوه عموما، وهينضف بقى ويعقم وكل حاجه. ممكن تستعملي الوصفه دي للاطباق وللمواعين، بس هتسيب لك فيها ريحه. لو هتشطفي المواعين دي بميه سخنه ممكن تستعمليها عادي كمان للمواعين والاطباق. ولو انت كشه بلاش احسن، وخليها بقى لكل الاغراض اللي احنا قلنا عليها دي. النتيجة واضحة قدامك. أتمنى صاحبة التعليق اللي طلبت مني الوصفة مرتين تكون معانا وعندها اختيارات كتير أوي تشتغل بيها. أدي النتيجة واضحة قدامك أهو. يعني الوصفة ممتازة لكل الأغراض. معايا بقى 6 قطع عملناهم في نص الفيديو التاني، برضو خدناهم من قطعة صابون واحدة. هوريك شكلهم دلوقتي. هتشوفي معايا دلوقتي النتيجة دي لما عملنا 9 قطع بطريقة معينة، ولما غيرنا الطريقة طلعت معانا النتيجة أفضل بكتير. وأدي 6 قطع همت. أنا خدت بس منهم قطعة بستعملها، والصلابة بتتكلم عن نفسها. شكرا والسلام عليكم.